تعالى أقول لِك لو أنتِ قاعدة لوحدِك وعايزة تدلّعي نفسِك تعملي إيه، ما فيش أحلى من الكبسة السعودي الحمرا، الطعم وهمي، يالّا بينا ندلّع نفسنا ونعملها مع بعض. جبت بقى حلة على النار، حطيت فيها شوية سمنة على شوية زيت، وحطيت بصلاية مفرومة، حطيت بقى حبايتين من الحبهان وورق اللورا وعود القرفة، وحطيت كمان 2 لومي وقلّبتهم كده شوية على النار، وحطيت بقى الفراخ بتاعتي. هادّيها بقى الصدمة بتاعتها، هادّيها شوية، هابتدي إن أنا أقلِّب فيها كل شوية والتانية، وهابتدي إن أنا أقلِّبها على جميع الاتجاهات بتاعتها، عشان عايزاها تاخد الصدمة، عشان ما تنزّلش بقى أي حاجة، أي زفارة أو أي حاجة. هابتدي إن أنا أقلِّبها بالشكل ده، وبعد كده هانزل بقى بطماطم وفلفل رومي مقطّعاهم زي تقطيعة السلطة بالضبط. هابتدي إن أنا أقلِّبها كده برضه، وبعد كده هانزل حوالي بربع كوباية من معجون الطماطم أو عصير الطماطم. أو 4 معالق أو 3 معالق بالضبط من الصلصة لو كانت جاهزة. بابتدي إن أنا أقلّبها، وبعد كده هانزل بالبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة وبابريكا وكاري، ولو عندِك يا ريت لو عندِك مرقة حطيها، لو ما عندكيش حطي كاري وكركم وال7 بهارات. بعد كده هانزل بالمَيّة السخنة بتاعتي تكون مغلية ما تكونش باردة، وهاسيبها بقى تاخد الغلوة بتاعتها على النار. هاسيبها كده لغاية ما تغلي مع بعض شوية، وهابتدي إن أنا أنزّل كل حاجة من الحلة من جميع الاتجاهات بتاعتها، مش هاخلّي ولا أي حاجة على الأطراف بتاعة الحلة عشان ما تتحرقش منّي وتعمل ريحة مش لطيفة. بعد كده أنا عندي بقى الرز البسمتي بتاعي، أنا حطيت بقى الفراخ زوّدتها، حسيت إن هي محتاجة مَيّة تاني. الرز البسمتي بتكوني غسلاه كذا مرّة عشان تتأكدي إن هو نضيف، وده رز بسمتي سايب من عند العطار يعني. حطيته بقى في مَيّة مغلية عشان ياخد كده النقعة بتاعته، سِبته بالضبط ربع ساعة على قد سِوى الفراخ. هنا وطّيت على الفراخ وغطيتها، وبعد ما استوت معايا جِبت بقى حوالي 3 معالق من الشوربة اللي أنا غليت بيها الفراخ، وحطيت عليها معلقتين من الصلصة، ودهنت بقى وِش الفراخ وهادخّله الفرن عشان يستوي. بعد كده على طول أنا كنت هنا مصفية الشوربة بتاعة الفراخ اللي أنا عملت بيها، صفيتها كويس من أي ورق من لومي أو حبهان أو أي حاجة، باصفيها كويس، وبعد كده نزلت عليها بالرز البسمتي وضبطت بقى الملح بتاعها، وأول ما استوت حطيتها بقى في الطبق التقديم، وحطيتها الرز البسمتي على الفراخ، وحطيت برضه شوية زبيب، أنا باحبه بالزبيب، ولو عندِك أي مكسرات حطيها بتبقى تحفة. من حقنا برضه نتدلّع شوية، دلّعي نفسِك.